أهلا أهلا. السلام عليكم. أخطر قصة واقعية اللي غادي نبداو الأحداث ديالها سنة 1994 ونجيو طالعين، واللي غادي تدينا لمدينة أكادير. بطلة القصة ديالنا واللي سميتها نجاة، واللي كان في عمرها 23 سنة، واللي كانت كتشتغل في واحد الفندق في مدينة أكادير. غادي يجي واحد الفرنسي واللي كان سميتو دانيال، وكان في عمره 48 سنة، واللي كان مقيم في هذاك الفندق لمدة أسبوع كسياحة. وهو طحينو على نجاة وغادي تعجبو بزاف، بحكم نجاة كانت واحد البنت رشيقة نحيفة، وهو هذاك هو ستايل ديال سي دانيال. ايوا أسبوع وهو في هذاك الفندق تعرف على نجاة، هدر معاها بأدب، وهي تقول نجاة في خاطرها عليه كنقلب. ايوا دانيال مشى رجع لفرنسا وبقى التواصل بيناتهم. ايوا واحد النهار عاود تاني جا لنفس الفندق. ايوا بقى كيخرجوا، شرا لها الملابس، الهدايا، الذهب، الروايح. ايوا نجاة عجبها الحال، هي تقدموا للأم ديالها. مع نجاة كانت عندها غير أخت وحدة، وكانت مزوجة بوليداتها. إيوا دانيال عجباتو العائلة الصغيرة جدا، بحكم الأم تاعها كانت معلمة في واحد المدرسة خصوصية. إيوا دانيال غادي يحس بالدفء العائلي اللي هو مفتقدو. إيوا الأم ديال نجاة وجدت الشهيوات المغربية، وهو يطيع على راسو، قال لها انا عندي مطعم ديالي، ولكن هاد الشيء ما عمري ذقته بحال هاد اللذة. وهي تقول له نجاة كي كيقولوا خوتنا المصريين صنع ايديا وحياة عينيا، وهي راه موجده الام ديالها ماشي نجاة. وهي تقول له ايوا عجباتك، وهو يقول لها هايل جدا، بحكم ان البنت كانت كتقول اللغة الفرنسية. وهي تقول له تزوج بيا، وهو في البلاصة قال لها وي نتزوج بيك. ايوا داروا واحد الخطبة كبيرة، عرضتها للحباب وعلى صحاباتها على الجيران. ايوا نجاة ما قدها فرحة صراحة، لا هي لا الام ديالها، وحتى سي دانيال ما قدها فرحة، عجباتو البنت، عجباتو بزاف. ايوا هذيك هي مشى عاوتاني رجع، داروا العقد ديالهم، مشى رجع لفرنسا، بدا كيصايب لها الوراق. ايوا هذيك هي غادي تجلس عامين وهي كتستناه، وهما دايما على اتصال، كيجي عندها حتى وصلت سنتين. وهي غادي يخرجوا لها الاوراق، غادي يديها، وغادي يديها بالضبط لمدينة كان فرنسا. هذيك هي غادي تمشي، وغادي تكون نجاة عندها 25 سنة، ودانيال غادي تكون عنده 50 سنة. ايوا هذيك هي وصلت لكان، السيد عنده مطعم كيخدم فيه، مطعم ديالو، وهو الطباخ الكبير ديال داك المطعم، الشاف ديال هذاك المطعم. المهم بقات في الاول نجاة ما عجبهاش الحال، قنطات. السيد كيقي الخدام، كيطيب، طباخ، عنده الناس الكليان اللي كيجيو ياكلوا. ايوا واحد النهار بقات كتجي لهداك المطعم، وبدات كتسربي هكذا شويه مع الكليان، بدات كتهضر معاهم، وقال لها الا بغيتي تخدمي نخدمك، وراني غادي نخدمك وندير لك واحد الصالير، واحد الشهريه، واحد القدر مالي نبقى نعطيه لك. وهي واكله شاربه مكسيه، وغادي يبقى يعطيها واحد القدر الشهري. وافقات. هذيك هي زعما باش يشجعها على الخدمه، قال لها بحكم انت كتعرفي طيبي وعندك الهوايه، قالت له انا الطياب غير خليني، بقى نتايا في الطياب، خليني انا على برا
نسربي. واخا بدات كتعلم شوي بشوي، وهي ما عاجبهاش الحال، ماشي دي هي الحياة وماشي ده هو الزوج اللي باغية. ايوا هاديك هي، فاتت عام، عامين، 3، 4، 5، وهي نجاة غادي تشد الورق ديالها. واحد النهار هي في المطعم، وهو غادي يجي داخل واحد اللبناني. دخل، جلس في الطابلة ديالو، جات نجاة، هدرت معاه تسربيه، وهو يهدر معاها باللغة الفرنسية. هدرت معاه، هو قال لها واش نتيا فرنسية؟ قالت له لا، انا مغربية. قال لها جيت نقولها لك، هاد الزين ما يكون غير مغربي. ولا لا نجاة طيح، غادي تطيح في شباك الغرام. بقى السيد ما حطش عينو عليها، قال لها واش تشربي معايا شي حاجه، بحكم ان العرب دائما الكرم. بقى ماشي جاي عليها، وهي حكات له كل شيء، نطقطق السلام عليكم لهداك اللبناني، بحكم هي حسات ارتاحت له. ايوا، وهو يقول لها واش تزوجي بيا؟ قالت له كي ندير تزوج بك، انا مزوجه. قال لها طلقي، هي قلتي ما عجبكش الحال. ياك، وهي تقول له ايوا انا ما كرهتش، كون لقيت ولد الناس وندير معاه وليدات. بحكم السن ديالها حتى هي ولات عندها 30 سنه. هو يقول لها حتى انا داك الحلم ديالي، انا هو لبناني سميتو علي، وفي عمره 35 سنه، ما كرهتش حتى يكونوا عندي وليدات وواحد الاميره بحالك نتيا نحطها في الدار. ايوا نجاة هذاك ما تسمع. هذيك هي بقات، ما بقات كتجي للمطعم، ما بقات كتشتغل مع الزوج ديالها، ما بقات جالسه في الدار. ودانيال كاع ما مسوق ليها، عنده خدمته، عنده شغالو، ما عنده شغل فيها، تايق فيها. المهم، وهي السهرات، الحفلات، الخرجات مع سي علي اللبناني. ايوا، ولات كتاخد الفلوس من عند دانيال وكتصرف على سي علي، ما دايره معاه حسبه، ما كضرب معاه حسبه. واحد النهار اقترح عليها علي، قال لها شوفي نجاة، انا راني غادي نمشي للبنان، نمشي نشوف العائله ديالي، وإلا بغيتي واحد الاسبوع تمشي معايا، يلا نساريك لبنان، مرحبا والف مرحبا. ومع داك الكلام المعسول ديال اللبنانيين، ياك شحال زوين. قال لها يا حبيبتي يا اميرتي، نديك تساري لبنان وكل شي خالص عليا. السيده فرحات، ما كضرب هي حسبه كاع الفلوس، قالت له انا ما عنديش مشكل. مشات هي وياه، مشاو للبنان. بقات تاني كتشري في الملابس، تشري، كتخرج للمطاعم، كتسرى مع عائلة علي. عجبوها، عجباتهم، حكى لهم الولد ديالهم قصتها، قال لهم هذه الصديقة ديالي، ودابا غادي تكون الزوجة المستقبلية. صافي، ولاو. نيشان مشات نجاة عند دانيال، طلبات الطلاق. هو دانيال قال لها فراسو ما طلبتي غير موجود، قالهاش لا، الله يسهل عليك بنت الناس. محيت السيدة، ولات غير مشاكل بالنسبة ليه، ما جالسة في الدار، ما كتعاونو، هذاك الشي كله غير كذوب، اللي انا طبخت واللي انا لا، غير كذوب. صافي، بحكم دانيال واحد السيد اللي شارب عقلو، ما خاصو مع صداعات. صافي، طلقها، كي كيقولوا بقاو خوت. طلقات. ملي طلقات، سمحوا لي، هي عاد ما طلقاتش
وهي تحمل معالي. فاش رجعت من لبنان حاملة، صافي داك هي طلبات الطلاق. دانيال ما بقاش باغي المشاكل، حكات له قالت له انا ودي لقيت ولد الناس وها كيفاش لقيت وليدات، وجابت له الاعذار. صافي دانيال عطاها حقوقها، الله يسهل عليها، طلقها. هي مزوجة بدانيال وحاملة مع علي. مهم صافي ومشات ما قادها فرحة. قالت له يا علي جايبه لك واحد الخبار بميكتها. قال لها شنو؟ قالت له طلقت. ايوا باش نتزوجوا، انا داك هو الحلم ديالي، تكون هو الزوج ديالي والاب ديال وليداتي. قال لها حتى انا داك هو النهار الكبير. ايوا لاله نجات دخلت الشهر الاول ديال الحمل، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، قريب غادي يتزاد المولود، والمولود غادي تكون بنيته. ايوا هي تقول له ايوا قبل ما تزيد البنيته باش نتزوجوا ونديروا العقد. هو يقول لها حبيبتي نجاة عمري عيوني، بغيت نطلبك واحد الطلب، ما غادي عرفتك ما ترديها ليش في وجهي، لان انت كتبغيني وانا كنبغيك وعارفه بحبتك عندي. قالت له اللي قلتها نديرها. قال لها انا عندي خويا هنا. قالت له راه قلت لي عليه، سميتو مراد وعنده 26 سنه، بغيتك ديري له الوراق. وانا جات بقات الارض كلشي كيدور بيها، بقات ما فاهمه والو، بقات حايره. قال لها ما تجاوبينيش دابا، فكري. قال لها فكري. بقات كتفكر. المهم بقات كتفكر، والسيده خدات واحد الشقه راسها. فاش طلقات علي عنده الشقه ديالو ساكن بوحدو وهي سكنت بوحدها. قال لها على ما نتزوجوا. ايوا بقات كتفكر، ولات كتصل بعلي ما بقاش كيجاوبها. السيده غادي تحماق، حامله ب7 شهور، ساكنه في الشقه ديالها، خاصها تخلص الكرا ديالها، ما خداماش. ايوا وكل هادشي غير خطط مسي علي. من الاول كرا لها الشقه بحدها باش يبقاو عندهم جوج ديال الشقات، وغادي تعرفوا علاش. المهم وهو علي ما كيجاوبهاش في التليفون. ايوا واحد النهار هو يجاوبها، حتى فاتت مدة 10 ايام. ايوا وهي غادي تحماق، قالت له كيفاش وخليتني وعلاش ما كتجاوبنيش. هو يقول لها نجاة هاني جاي لعندك، هاني جاي لعندك، راه عندي واحد المشكل كبير، غير سمحي لي وراني ما بغيتش ندخلك في مشاكلي. قالت له خير اش كاين؟ قال لها ما نقدرش نهضر معاك، هاني غادي نجي لعندك ونهضر. قالت له واخا اجي مرحبا. جا لعندها، جلسوا هدروا. تاني حبيباتي اميراتي كي جايه الاميره اللي جايه كي دايره لاباس عليها البنيته اللي حامله بيها، كي دايره اميراتي هادي. السيده نسات كلشي، نسات بلي ان عشريه ما كيهضر معاها، ما عارفاه فين، نسات كلشي. ايوا السيد يقول لها انا دابا خويا راه عنده مشكل، انا خويا ما عندوش الوراق، دركا كنقلب له اللي يدير له الوراق. انا ما نقدر ندير حتى شي حاجه انا وياك غير الا قديت المسائل لخويا. ايوا قالها راني كنقلب، واش ما كتعرفيش شي حد؟ ايوا وهو راه كيضرب لها على راسها، راه قال لها ديري لخويا الوراق. ايوا قالت له داك الهضره اللي قلت لي ندير لخوك الوراق كيفاش زعما؟ كيفاش غادي تكون بيناتنا هاد العيشه؟ قال لها العيشه غادي تكون سمنه على عسل، خويا غادي تزوجي به غير بالاوراق، ولكن انا هو الزوج ديالك. ووافقت. سبحوا
حطوا الأوراق ديالهم. نجاة غادي تحط الأوراق مع مراد، غادي تتزوج هي وياه. هي عندها 30 سنة وهو عنده 26 سنة. تبقى عايشة هي وعلي ومراد مزوجة بيه. إيوا هاديك هي. شوي بشوي علي كيمشي للشقة ديالو، كيقول لها الأخ ديالي يبقى معاك في الدار، بحكم أن يجيو البوليس يلقاوه في الدار، باش ما يكونش كونترولي يلقاوه في الدار. إيوا سي علي راه عنده صديقات اخرين، لأن نجاة حاملة عيانة الشهور ديالها الأخيرة، وخوه باقي صغير. صراحة كان سد على راسو في الحجرة ديالو. إيوا نجاة ولات كطيب وكتوجد العالي والمراد. كي كيكون عالي هو كاين، من ما يكونش هو ما كاينش. واخا غادي تزيد البنيته الاولى وغادي يحطوها على اسمية مراد، لان ما غاديش يحطوها على سمية عالي. راكو فهمتوني، لان الزواج ديال اللي مزوجين بالورق مزوجه مع مراد، ما مزوجاش مع علي. علي زواج الفاتحه ومراد زواج الورق، العقد بالعقد. عاود تاني غادي تدور الايام وغادي تحمل بالبنت الثانيه. عاود تاني غادي يكتبوها على مراد. عاود تاني غادي يزيد وليد وغادي تكتب على مراد. غادي يصدقوا جوج بنيتات وليد، كلشي مكتوب على مراد. والدراري ما عارفينش باللي ان العم ديالهم هو الزوج ديال الام ديالهم. والاب. المهم هادشي كنقول لكم مخلط، سمحوا لي. وهادشي اللي كنقول لكم راها قصه واقعيه اللي عارفاها انايا شخصيا. علاش ضحكت؟ ما ضحكتش عليهم، كنضحكوا على الايام. ايوا ولاو عند نجاة 3 الوليدات، 2 بنيات وليد هو الاخر. المهم بدات المصاريف كتنقص عليها، لان ما كيقدرش يوفر لها كلش. ولات المصاريف دي كتزيد ايضا، ولات المسؤوليه كبيره، وبصح داكشي اللي كيعاونها بها الازواج ديالها قليل ناقص. المهم هي اقترحت على علي تشتغل، هي راه مولفه كتشتغل وعندها الدبلوم ديال الفندقه، وهي تلقى واحد العمل في واحد المغازان. ايوا بدات نجاة كتشتغل ولا عندها مشكل. شكون اللي قابل لها وليداتها، شكون اللي طيب لهم، قربوا يمشيو للمدرسه، شكون اللي يبقى معاهم، بحكم عالي خدام والاخ ديالو حتى هو خدام، وهي خاصها تخدم انما موفرين لهاش داكشي باش يعيشوا هي وليداتها. وهي قلت لكم اقترحت على علي انها تشتغل، هو ما عندوش مشكل. المهم غادي تلقى واحد الخدمه، ولكن هاد الخدمه 100% خاصها 8 ديال الصباح تكون خدامه، كتسالي حتى 7 ديال العشيه. عندها البوز استراحه في نص النهار، ولكن ما تقدرش تدخل لان بحكم شويه بعيد هاد الخدمه. اللي ما كتجي للدار حتى 8 ديال الليل كتجي مهلوكه، وكتشد واحد القدر ديال المال مزيان اللي كياكلوا كيشربوا مبرعه وليداتها مبرعه، والسي علي عاجبو الحال. المهم واحد النهار تغلبت على امرها، وهو غادي يقترح عليها السي علي اش بالك نصيفطوا البنيتات بزوج بيهم للبنان. وهي ما تردات، صيفطتهم. مشاو للبنان كسياحه، سافروا جميع، فرحوا بيهم بحكم علي عنده خواتاتو وعنده الوالده ديالو باقا في الحياه وباقا بصحيحتها، وفرحوا بدوك الوليدات. قال لهم علي غادي نصيفط لكم واحد الماندا كبيره ديال الفلوس. ايوا هما شدوهم بالفرح. المهم بقاو البنيتات بجوج تما كيقراو،
اليوم غدا، اللي بعد غدا، اليوم بعدا، بقات نجاة عندها غير الوليد، بقاو متناوبين عليه، شي كيشدو منا، مرة كتحطو في الحضانة، مرة وبقات كتشتغل. ايوا بقات الايام دايزة، نهار مور نهار، شهر مور شهر، عام مور عام، غادي وصلوا 7 سنين وهما على هاد الحال. ودائما نجاة مزوجة بمراد. وواحد النهار قال لها علي: يا بنت الناس، كي قالوا كفايه دابا غادي ديروا الطلاق. ايوا نجاة ما قدتها فرحه، غادي طلق من مراد وغادي باش يرجع لها علي. ايوا داروا الطلاق، نجاة ومراد طلقوا، مراد خدا الوريقات ديالو، ونجاة كملت كلشي بخير وعلى خير. ايوا كتستنى علي يرجع لها كزوج حقيقي. ايوا واحد النهار قال لها: راني مسافر انا والاخ ديالي للبنان، منها نشوف البنيتات ومنها خويا باغي يخطب، هذا مراد. ايوا قالت له: انا ما نقدرش نجي معاك، انا خدامه وما نقدرش نجي بحكم ان الخدمه ديالي ما نقدرش نسمح فيها، هذه شحال وانا فيها وكانت عاجباها. هذيك هي. هو في بالو علي قال لها: واش غادي ندير بيك؟ هو ما باغي كاع يديها معاه. المهم قال لها: ديري داكشي اللي بغيتي على خاطرك. ايوا مشى علي هو ومراد، مشاو للبنان، خطبوا المراد اللبنانيه، ويخطب حتى علي، صدقوا خطبوا بجوج بيهم. ايوا مسمار وطرقوه. علي هو وخوه خطبوا وجاو بداو كيخدموا الزوجات ديالهم الوراق باش يجيبوهم معاهم للخارج. ايوا المهم مشات ايام وجات ايام، وهي نجاة تعرف باللي ان راجلها راه خاطب وتزوج وباغي يجيب الزوجه ديالو. ايوا كي قالوا تشوف الصدمه، صدمه العمر. ايوا هذيك هي، طاحت كوما. ايوا ومن بعد شويه بشويه مع الايام بقات كتعود مع الايام. وواحد النهار وهي تتصل بعلي، قالت له: واش ماشي حشومه عليك هادشي اللي درتي لي؟ وعدتيني بالزواج، وعدتيني بالحياه السعيده، درت لخوك الوراق، علاش درتي فيا هادشي؟ قال لها: اش من وراق كتهضري عليهم؟ واش كتهضري على الوراق اللي داروهم لك القوري؟ سيده عاوتاني تصدمات. هادي كي قالوا ما دير خير ما يطراباس. ايوا هذيك هي السيده، بقات كتأقلم شوي بشويه مع حياتها، ولا دانيال هو اللي كيعاونها. رجعت تاني حكات لكل شيء لدانيال، بدا كيساعدها، بدا كيعاونها، ولات كتشتغل عنده في المطعم. ايوا شوي بشوي وصلات 50 سنة. ايوا ومن بعد حتى الولد ديال نجاة غادي يمشي عند خواتاتو للبنان. ايوا وبقات نجاة لا زوج لا ولاد لا خدمة حتى شي حاجة، غير هكا شوية كيعاونها دانيال خدامة عنده. هادشي اللي كاين. ايوا هادشي كيبقى عبرة للبنات باش كل وحدة تعرف، وتعرف مع من راها ومع من كتهدر ومع من ما تثقوش في اي واحد. ماشي اي واحد كيقول لك حبيبتي راه باغي لك مصلحتك، راه باغي مصلحته. والان رحنا في سنة 2024 ونادية دارت 55 سنة، جالسة بحدها، ما عندها لا زوج ولا ولاد ولا شغل ولا عقل ولا خدمة، عايشة في اكتئاب، وبنياتها والولد ديالها كيزوروها مرة، وهكا الحياة ديالها بقات. ونتمنى ان شاء الله هذه قصة للعبرة، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصة وتكون عجباتكم، ونقول لكم بالسلامة.